وسهلين، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله راكم بألف خير، وان شاء الله تكونوا صمتوا بالصحة والهنا. جيتكم بفيديو 11 من رمضان. اول حاجة بديت بها هي الخبيزات اللي كنت شاركتهم معاكم من قبل، ديروهم بشوربة فريك ولا حريرة يجيو بزاف منن. عندنا 4 كيلات فرينة، عندنا مغرف كبيرة تاع خميرة، مغرف كبيرة تاع لحظة، ومغرف كبيرة تاع سكر، ومعاها مغرف تاع خل، ونطموهم بماء دافي. راح تهزلكم كاس ونص ولا شويه على حسب الفرينه اذا تشرب ولا لا. عندي دجاج هنا تبلته، درتلو بصله، ثوم، طماطم، هريسه، كمون وملح، وقليت له البطاطا وخلطهم مع بعضهم. تقدري تزيدي الفرماج، انا الفرماج حطيته وحده. شوفوا لي العجين بعد ما خمر، بعد ما طيبت الحشو رحت العجين. شوفوا لي ما شاء الله، واحد العجينه بزاف خفيفه وبزاف هايله وبزاف راح تعجبكم. جبت الطابع تاعي، بما انه راح ندير الحبه تاعي شوي كبيره، هذا الكبير ماشي الصغير، فتحتها ومن بعد لحت فيها الحشو لداخل، اربط ونحيت هذاك الزايد كامل. شوفوا لي ما شاء الله جات بالطبع. من موراها قلت لكم زدت حبيبات، لازم انا ما نديرش الفرماج في الحشو خاطر ماكش اخرين ما ناكلوش فرماج، نولي ندير بالحبات. شوفوا لي الحواشي تاعهم ما كانش طابو هايلين، حميمرين كيما يقولوا، هايلين جاو بالطبع. من موراها نفوتوا للتحليه تاعنا. عندي بسكويت رنختو في القهوه، وزدت ذوبت السكر باش يتكرمل، وطلعت كريم شونتي درت لها ذوق الكراميل، هكا تجي تحليه بالكراميل بزاف بنينه. الكراميل تاعنا بعد ما ذوبناه نديروا له مغرف كبيره تاع زبده. والخطوه هذه عسوا رواحكم، النار لازم تكون ناقصه ولا بعدوا على النار بهكا ما تحرقوش. زيدوا لها فنجال تاع حليب. ثاني الخطوه هذه بزاف صعيبه، عسوا رواحكم لا يطير عليكم، وتكون النار هاديه ولا بعدوا على النار. جوست ما تشوفيها اللون تاعها صاي وذاب وكلش ما بقاش فيها السكر، حبسي النار باه ما تكونش فيها ريحه الحريق ولا تجي مكرمله بزاف. كي درت البسكويت زدت له كريم شانتي، زدت له كراميل، جات واحد البنه تاع الكراميل، واحد التحليه ما شاء الله راح تعجبكم بزاف بزاف. اكيد كما عودتكم في كامل لي فيديو ما تنساوش الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هكا تكسبوا الاجر ونكسبوا الاجر ان شاء الله. يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه. شوفوا لي المنظر بزاف هايل، طبقه تاع بسكويت، طبقه تاع كريم شونتي، طبقه تاع كراميل، وكي تهزي تاكليها بزاف بنينه. من موراها نفوتوا للوصفه الثانيه. عندنا لي كويس فارسي اللي كنا وجدناهم مع بعضنا. نديروا لهم مرقه تاع الزيتون فيها بصله، ثوم، الكمون، فلفل الكحل، الملح، فلفل، والزيتون مشلل ومغلي. الكويس تاعي درتهم في الومنيوم 2 مرات، درتهم على الجهه هذه والجهه الاخرى، وحطيتهم يطيبوا في ماء، ولا تحطيهم الماء ما يكونش عالي عليهم، ولا تحطيهم يتفوروا. انا درتهم يتفوروا والروز تاعهم طاب. من الاحسن الروز اللي ديريه داخله يكون طايب، ولا تحشيهم باللحم مرحي. بعدها حمرتهم جاو هايلين بالمرقه، الله الله جاو بالطبع. انا هنايا تفتحوا لي خاطر ماكش الروز اللي لداخل ماهوش طايب، بصح كي يكون الروز لداخل طايب ما يتفتحوش. انا ماهوش طايب تفتحوا لي. زدت رافقتهم بشاورما خاطر ماكش كنت درت لابيري بصوص تاع الكبده كما درت نهار قبل كمونيه، بقات لي لاصوص تاع الكبده زدت لها لابيري والشاورما، جات هايله، جات بزاف بنينه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه، لتحت تلقاو اشتراك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس هكا يوصلكم كل جديد. وراهم جايين القطوات، راح نشارك معكم قطوات ساهلين وبزاف راح يعاونوكم. شوفوا لي ما شاء الله المرقه تاعي بعد ما طابت جات عاقده. الكويس تاعي جاو هايلين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتكون نالت الاعجاب تاعكم. قولوا لي نتوما بديتوا قطوات ولا مازال؟ بقى 5 ايام ولا 6 ايام للعيد. رمضان فات ما شاء الله، فات بزاف خفيف، كان الجو بزاف هايل بارد. ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. سبحان الله كامل العام ونستناو في رمضان ويفوت بالخف. ان شاء الله ربي يتقبل علينا القيام وصالح الاعمال. شوفوا لي طاجين الحلو جا هايل، زينته بالججلان، باللوز ايفيلي، بالكيوي، حاجه خفيفه. ربي يتقبل علينا ان شاء الله يا ربي. شوفوا لي ثاني لاصوص، وريت لكم ثاني التحليه كي هزيتها كيفاه تجي الطبقات. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونلاقيكم في فيديو جديد. تهلاو في رواحكم، باي باي.